السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني، يا رب تكونوا بخير. النهاردة اليوم التاني لامتحانات الثانوية العامة، ربنا يوفق كل ولادنا. بنزل بنتي واجي اتكلم معاكم، بدعي لها طبعا وبدعي لكل ولادنا معاها. طبعا اكيد ناس هتقول انت ازاي بنتك في ثانوية عامة او فايقة ورايقة ان انت تطلعي تتكلمي وتصوري؟ انا طبعا ربنا يعلم باللي جوايا ايه، قلق وتوتر وخوف طبعا على بنتي، وانا مش بأثر في حقها، بعمل كل حاجة هي محتاجاها، بدليل ان ما بتكلمش معاكم لو هي في اللجنة بتاعتها. بس طبعا ده يعتبر التصوير ده شغل زي ما اي حد عنده شغل. لو اي حد في اي عمل هيسيب عمله ويستقيل عشان بنته او ابنه في ثانوية عامة، طبيعي ان التصوير بالنسبة لي ده عمل، وان انا تعبت سنين عشان احقق حاجات موجودة على القناة. فانا لو قصرت في يوم وما صورتش، كيرف القناة وكيرف شغلي هيقع مني وهيتعبني قوي على ما ارجع له تاني. طبعا هو الموضوع مش مادي، مش فلوس، هي بتجيبش فلوس اصلا لسه. بس اليوتيوب ده والقناة بتحتاج شغل كتير جدا عشان تقدر تحقق شروطها، وعشان تقدر توصل لحاجات معينة تحققها في القناة بتاعتك. فطبعا اكيد ناس كتير ما تعرفش الموضوع ده ومفكرة ان هو رفاهية، وان احنا بنطلع نتكلم وبس وبناخد فلوس قد كده. الموضوع صعب جدا، ومش اي حد بيحقق ربح زي ما في خيالكو يعني. اللي بيحقق الربح الجامد ده بيبقى يا اما هلسة قوي، يا اما ربنا يعني فتح على ناس كده، وربنا يفتح علينا زيهم، وربنا كرمهم بتعب ومجهود زي ما انا بتعب وبعمل مجهود دلوقتي، وربنا يكرمني ويكرم كل الناس يا رب. بالنسبة بقى لثانوية عامة، النهاردة تاني مادتين، اقتصاد وإحصاء. ربنا يوفق ولادنا كلهم. النهاردة في شتاء ومطر، قلت بشرة خير نزول المطر، ربنا فاكرنا، فقعدت أدعي وربنا يوفق ولادنا كلهم وبنتي. فنزول المطر ده خير في الحر والصيف اللي احنا فيه لما يبقى فيه شتاء. يا رب دي علامة من ربنا ان هو فاكرنا، يا رب دايما فاكرنا بالخير. ندخل بقى في موضوع النهاردة، وهو عن موضوع غير اللي انا بتكلم فيه ده كله، موضوع عن الشماتة. الشماتة يا جماعة حاجة فظيعة جدا، يعني اللي بيشمت ده اكيد انسان مغيب عقله مش فيه. طبعا شفت الشماتة دي واضحة قوي بالنسبة لناس وسائل التواصل، شماتة واضحة قوي في كانوا عاوزين يشمتوا في الأهلي. طبعا الأهلي ده نادي ناجح، بيشتغل، مفيش كلام، شغال، في أساسيات، وفي ماشيين على نهج معين ومؤسسة بمعنى الكلمة، وده حق، ودي كلمة حق لازم تتقال. فإذا كنت انت بتشمت فيها او ان انت عايزها تنهزم، ان انت تشمت في نادي مصري واللي بيلعبوا مصريين، ولما بيجوا بيلعبوا مع فريق القومي بتاعك، بيلعبوا باسم مصر، لما بيلعبوا في المنتخب بيلعبوا باسم بلدك. ازاي تشمت فيهم وهم بيلعبوا في دولة تانية مع فريق تاني يعتبر مش مصري؟ جاتلك الجرأة دي منين ان انت تشمت ونفسك ان هم قوي ينهزموا، وان هم مغلوبين لغاية اخر وقت 1-0، وانت خلاص مجهز واحد؟ يعني شفته امبارح، انا مجهز البوستات اللي هنزلها عشان اشمت، وكنت هقول وداد اللي هي في مسلسل جعفر العمدة، واعمل صورة وداد واقول معرفش جعفر العمدة وهو بيبكي اجيبه، واحط منشط بقى ان انا الاهلي انهزم والكلام ده. بس لاخر لحظة الاهلي ليه تكسب، وبصوا الناس فرحانة ازاي في الشوارع، افرحوا افرحوا، وعمال يشمت في يعني هو متضايق عشان كان عاوز يشمت. يعني حاجات غريبة قوي بقينا نشوفها، يعني حتى لو انت بتشمت داخليا مبين كمان للناس، الناس يعني هتنقدك انت وهتزعل منك انت،
وهتشوه صورتك انت مش صورة النادي. برضو واحد تاني كان جاي من ألمانيا مخصوص، زملكاوي، عشان يروح على فكرة لابسة الطرحة حمراء والله بالصدفة. أنا مش أهلاوية ولا زملكاوية ولا أي حاجة، أنا بشجع مصر. لو أي حد بيلعب في شركة الأسمنت حتى وراح يلعب مع أي دولة تانية هشجعه. هشجع أي حد مصري بيلعب مع أي حد تاني. ولو في فريقين مصريين بيلعبوا مع بعض بشوف اللي بيلعب حلو هو اللي بشجعه يعني، او اللي اللعبة الحلوة بالاخر بنشجعها. انما انا ما بشجعش، انا مش ولا اهلاوية ولا زملكاوية وربنا يعلم يعني. بس انا اتضايقت من الناس اللي طالعة تشمت كده عيني عينك. وواحد كان يعني قاعد في ألمانيا وجاي مخصوص زملكاوي هو، رايح يشجع فريق الوداد. فريق عربي وعلى راسنا وكل حاجة، بس رايح يقعد مع جماهير الوداد المغربي ويشجع الفريق الوداد ضد الأهلي. عيني عينك وش. فربنا كرمه وهو مروح في المطار قابله لعيبة الأهلي، اللعيبة نفسهم بقى مش أهلاوية. اللعيبة بقى قعدوا يلفوا حواليه كده ويغنوا ويغيظوا فيه يعني فيما معناه ويضايقوه، والله أعلم حد منهم شتمه أو قال له لفظ ضايقه، وهو قاعد يستعين بالأمن. الصراحة يعني أنا ما عجبنيش الموقف ده. كان ممكن اللعيبة الأهلاوية إن هم يحتضنوه ويقولوا له هارد لك، احنا مصريين وما تزعلش واحنا ايه اللي مزعلك. كانت هتحسب لهم جامد. كان ممكن الزملكاوي ده يدخل ويبقى أهلاوي، بس معرفش ليه هما عاملوا بنفس معاملته. يعني هو راح يغيظكوا ويشجع النادي اللي ضدكوا، وانتوا بعد ما غلبتوا وبقى انتوا ربنا كرمكوا بتضايقوه وتغزوه. ما كانش المفروض ان انتوا بصراحة تعملوا كده. عامة مبروك للأهلي، يا رب عقبال كل النوادي المصرية ما ربنا يرفع شأنها كده ويبقوا كلهم بنفس مستوى الأهلي ونشاطه وشغله واجتهاده، لأنه بيشتغل فعلا وماشي بنظام معين، ما عندهوش هزار، بيشتغل على نفسه جامد. فليه انتوا ما تتعلموش من الأهلي وتشوفوه بيعمل ايه واعملوا زيه، بدل ما تقعدوا تتغاظوا وتعملوا بوستات وناس تطلع كلام ضده. انا كمان حتة الشماتة دي يعني معنى ان انت تطلع تشمت بالمنظر ده يبقى انت اكيد ما تربتش. معنى ان انت بتشمت كده يبقى انت اكيد عندك مشكلة في التربية. اسفة يعني ان انت محدش علمك الروح الرياضية. الروح الرياضية دي ان انت مهما كان الخصم بتاعك فاز او نجح تقوله مبروك، ويبقى عندك سلوك كده مهذب ان انت تقبل الهزيمة، وان دي رياضة لازم نتعلم ان الرياضة فيها تسامح. مش مجرد لعبة انا عمال اشجع ومين يكسب ومين يغلب. الرياضة دي بتعلم الناس صفات كويسة. المفروض ان ولادنا يعرفوا ان في تسامح وان في روح رياضية، ان مش معنى ان انا فريق اتغلب ان انا الدنيا خلاص اتهدت وان انا اكره الفريق المنافس واكره الناس اللي بتشجع الفريق المنافس. خدوا بالكم يا جماعة من ولادكم، لازم تعلموهم كويس الحاجات دي، لان ممكن يكبروا الحاجات دي بتنتشر في كل تفاصيل حياتهم. يعني مش بس هيبقى في الرياضة، لا ده ممكن في حياته العادية. يعني معقولة شخص زي ده في حياته العادية لو حد عنده بيكرهه او مش بيحبه نجح في حاجة، هل بيبقى عنده تسامح وحب ليه؟ او مثلا تسامح او ان هو يقول ربنا يكرمه هو تعب او كده؟ او حد على خلاف معاه او حد منافس ليه، مش هنقول على خلاف معاه، على خلاف معاه ممكن يكون بيكرهه وعايزه يموت حتى، انما على يعني منافس ليه. لو انا ليا منافس ونجح ابقى اتمنى له الموت؟ اتمنى له على عيني عينك كده، اتمنى له الهزيمة واتمنى له ان هو يفشل بعد تعب. وعلم ولادنا اكتر من كده اخلاق ومبادئ. ما ينفعش ويبقى علني كده طالع علني يقول ان في ان هو كان عايزهم يتغلبوا.
في مواقف كتير قوي. يعني مش معنى ان انا برضو اللي بيشمت فيا ده ان انا ارد له الشماتة. انت لازم يكون عندك صبر وجلد. يعني ممكن يقولك عيب فيك او مشكلة عندك، مش معنى كده ان انت تقول عيب فيه او مشكلة عنده. يعني أنا تعرضت لموقف زي ده، وحد كان عندي مشكلة يعني، وحد شمت كده عيني عينك. مرضتش ارد الشماتة ولا اقول ما انت عندك او انت عندك كذا او انت فيكي كذا. والله ما مرضيت ارد الشماتة او اقول ان العيوب اللي عندها، وهي مش خالية من العيوب. مفيش حد خالي من العيوب. بالعكس، انا يعني بشفق على الناس اللي بتفكر بالطريقة دي. ما بعرفش اكره. مشكلتي في حياتي اني ما بعرفش اكره، وما بعرفش احكم على حد عاشرته او حد معايا في حياتي ان انا اكرهه. معرفش هل هي مشكلة ولا ده طبيعي، ولا الواحد لما يبقى قلبه كده حنين وما بيكرهش، دي حاجة كويسة. ان شاء الله تكون كويسة. اعرف ان الانسان لين القلب ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، وان دول اقرب الناس لربنا ان شاء الله. واحنا طول ما احنا مع ربنا وربنا بيحبنا، يبقى راضيين بكل حاجة حتى لو هي حاجة هتضايقنا. في اخر حلقتنا بنشكركم وبنقول لكم دمتم في معية الله وأمنه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في موضوع جديد. ولو في حد حابب إن احنا نتكلم في موضوع معين، ياريت يكتب لي في التعليقات. وما تنسوش تدعوا لولادنا بالنجاح والتفوق يا رب في الثانوية العامة. مع السلامة.